كيفاش قضية الدولار الأمريكي؟ الدولار الأمريكي اليوم كيمثل أقوى ورقة نقدية حول العالم، فإلا مشينا للسوق الدولي غادي نلقاو أن السعر ديال الذهب والنفط كيتحدد بالدولار الأمريكي. وإلا كنتي من الناس اللي كيشريو من الانترنت غادي تكون لاحظتي بلا شك أنه أغلب المواقع كتعامل بالدولار الأمريكي. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاولوا نتطرقوا لأهم النقاط اللي كتخلي الدولار الأمريكي يسيطر في ساحة العملات. على بركة الله نبداو بأول عنصر اللي هو كثافة التداول، بحيث أن جميع الدول اللي في العالم كتستعمل هذه العملة في البيع والشراء ديالها. أول العوامل اللي خلات الدولار الأمريكي يوصل لهذه الدرجة والأهمية هو كثرة التداول، حيث كيشكل العملة الأكثر طلب في سوق المال أو البورصة، وهذا الشيء حيت 90% من التعاملات التجارية حول العالم كتتم بالدولار. وبعض الإحصاءات كتقول أن حجم المبادلات اليومية بالدولار هي 5 تريليون. استقرار معدلات الاحتياطي النقدي. صبر وقف شويه. هاد الكلمة واقيلا غريبة يمكن ما فهمتيهاش اسيدي. هاد الاحتياطي النقدي هو الودائع والسندات اللي كتحتفظ بها المصاريف المركزية والسلطات النقدية. فمثلا بالنسبة للبنوك هي واحد النسبة من راس المال كتحط في البنك المركزي، واللي الهدف منها ضمان حق الناس المنخرطين في البنكة. في حالة البنك جاه السيزي كلشي كيرجع فلوسه. كنتمنى تكون خديتي شي فكرة ولو بسيطة على الاحتياطي النقدي. دابا نرجعو لموضوعنا اللي هو استقرار معدلات الاحتياطي النقدي. كيستحوذ الدولار على نسبة مهمة من الاحتياطي في مختلف البنوك المركزية، ولكن بدا كيتراجع ابتداء من سنة 2000، بحيث نزل من 71% ل 62% تقريبا، ولكن كيبقى في الصدارة حيث العملة المنافسة اللي هي الأورو كتشغل المركز الثاني بنسبة 24% فقط. وهذا هو السبب المباشر اللي كيلعب دور مهم في استقرار قيمة العملة والسعر ديالها. زيادة الطلب على الدولار. من بين العوامل اللي كتخلي الدولار يبقى في الصدارة هو أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى حول العالم كتفرض في المبادلات ديالها التعامل بالدولار. مثلا قناة سويس في مصر أو بيع البترول في دول الخليج. فبشكل عام العملات المحررة كيتم تحديد قيمتها في سوق الصرف وفقا لمعايير العرض والطلب. عموما هاد القوة والتحكم العالمي ما جاش من العدم، بل كاين العديد من العوامل الأخرى بحال العوامل التاريخية واستغلال أمريكا للحرب العالمية الأولى والثانية. أخيرا كنتمنى تكون استفدتي من حلقة اليوم، وإلا كانت عندك أي معلومة يمكن لك ديرها في تعليق بسيط نستافدو منها جميع.